يا تبون، ماذا تغير؟ وش تغير يعني في الجزائر؟ هل تغيرت الذهنية؟ لا. هل تغير الأشخاص؟ لا. هل تغيرت استراتيجية؟ لا. شخصيا وبكل شجاعة وليت ما نثيق حتى بواحد. وزير فاسد، والي فاسد، قاضي فاسد، محامي فاسد، صحافي فاسد، سيدي اللي كان رئيس حكومة يحارب الفساد لقيناه فاسد راه في الحبس. رئيس الحكومة الثاني اللي كنا نقولوا يحارب الفساد ويخلق مش عارف مناصب عمل ويقود الدولة إلى بر الأمان لقيناه فاسد راه في الحبس. رئيس الحكومة الثالث اللي يقود الجزائر إلى بر الأمان ومرحلة انتقالية ودولة القانون ودولة راه في الحبس. وزير العدل اللي كان ديني ويني، وزير العدل في الحبس، مدير الأمن في الحبس، قائد الدرك في الحبس، قادة نواحي في الحبس، مدراء مركزيين في وزارة الدفاع في الحبس، مدير اللي كان شاد لنا الصناعات العسكرية المرسيدس والصناعات العسكرية والكلاشينكوف والدنيا وكذا في الحبس. يا ربي على هذا المنكر قاعد. ماذا استفاد الشعب الجزائري؟ الناس نهبت الملايير داوهم. الشعب الجزائري ماذا استفاد؟ ماهوش شبعان وماهوش مكسي وحفيان، لا صبابط لا سراول لا لحم كونجلي. الشعب الجزائري مش لاقي وش ياكل، الشعب الجزائري مش لاقي وش يلبس. الصباط حرمتوهم، الصباط يا طحان يا رخيص وانت جزء من العصابة. وتقولي استثمرنا مع ايطاليا 10 ملايين. يا تبون، اين هي الجزائر الجديدة؟ اين هي الجزائر الجديدة؟ رمضان الجاي ناس يخرجوا لكم عرايا سبربوحي بلقلوقي ما كان والو، لا ماكله لا شراب لا صبابط لا سراوله ولا بعد كيقول لك استثمار وعلاقات جزائريه ايطاليه وكذا.